الكلام خلي عندكم يقين. نفسي بقى تروحوا الامتحان بالنية دي مهما كان الامتحان صعب. انا ليا رب مش هضيعني. نفسي تدخل باليقين ده مع ربنا. والله لو اللجنة كلها بتصوت انا هعرف احل، لان هم متوكلين على بعض وانا متوكل على ربنا. هو ربنا سبحانه وتعالى سيدنا النبي في الهجرة لما كانت كل دولة مكة بتجري وراه وخلى عنكبوت يحميه، مش رسالة ان ربنا لو عايز حاجة بيحققها بأضعف الاسباب. فانت ما تعرفش، انت ممكن تبقى قاعد في اللجنة تلاقي ربنا يلهمك الهام بسبب توكلك على الله، بسبب تنجح في. والله انت وانت قاعد دلوقتي ربنا كاتب لك الدرجة. عندك سكة من الاتنين، يا تجيبها حلال يا هتجيبها حرام. اللي هيدخل اللجنه وهيلاقي غش وهيقرر يغش ربنا هيرفع ايده، هياخد حقه، بس اللي ربنا كان كاتبه له اصلا بالحلال. بقول لك ايه، مفيش اصعب من وجع اللي بيحاول ينجح. وهتكون فاكر انك علشان تنجح هتروح تاخد كورس تبقى ناجح بكره الصبح. انت هيطلع عين اهلك، انت هتسف في التراب. فعشان بس نبقى على الدغري وما تفرهدناش وتفرهد الناس معاك وتاخد مساحه في السوق مش بتاعتك. لو مش قد الفرهده والوجع والقرف طويل المدى خليك اعجب بست الوالده في البيت. ما تقرفش نفسك وتقرفنا معاك. انا جاي لك على الدغري. ما ينفعش انك انت تنجح وانت مش متاكد من نفسك. لازم عندك ثقه في النفس. مش اول ما الدنيا تتعقد في وشك ويحصل لك مشكله تقول ما انا جربت ومش جربت ايه. ده انا شخصيا بقعد احفر في الخرسانه. لو عايز اوصل لحاجه ما برجعش لورا ابدا، بفضل وراها لحد ما اخرج من الخرسانه واعدي. يعني المهم ان يبقى عنده مثابره واصرار وعدم الاستسلام للاوبستكلز يعني. بس انا دايما عندي حاجه احب اقولها لاي حد، ان هو عنده امل في حاجه او شايف نفسه حاجه، ان هو يبقى مؤمن جدا بقدرته ان هو يقدر يعملها، بغض النظر عن مين قال له تقدر او ما تقدرش او ظروف او مش ظروف. محدش يقول ان انا مش حاسس بالناس، لان انا واحد منكم. خليك انت شايف نفسك حاجه كويسه حتى لو ما تعرفش انت هتقدر تعملها ازاي. شوف نفسك حاجه كويسه ومتاكد ان انت هتوصل لها وربنا يقدرك عليها. يا عم انجح، يا عم امشي، حاجه جميله يا عم انجح عشان حتى تثبت لنفسك انك صح. انجح عشان تثبت للي حواليك اللي عايزين يشوفوك فاشل انك صح. وملكش دعوه بحد وانت بتجتهد ومستمر في السعي. ما تبصش للي حواليك، ما تتشتتش، ما تبصش تقول انا قبل ده انا لازم مش عارف ايه قبل، انا متاخر. انت مش متاخر، انت رزقك غير رزقه، غير طريقك غير طريقه، مستقبلك غير مستقبله، وطموحك غير طموحه. هو ما تقيس الفلوس، ما تحطش الفلوس از ترمومتر تمام ليك ولنجاحك. اشتغل من غير ما تبص في الساعه عشان تعمل اللي انت عايزه من غير ما تبص للساعه. لان اسوأ حاجه ممكن تحصل لاي بني ادم هو انه يضطر يتحمل عواقب حريه اختياره. بص، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، لكن حريه الاختيار لا تعني الخلو من مسؤوليه العواقب. بمعنى ايه؟ ان انت لازم برضه تتحمل عواقب اللي انت عملته. لو انا هعمل زي ما ابويا وامي قالوا فانا لعبتها في الامان. انا خلاص انا في الامان. ليه؟ لان انا وقت ما هفشل عندي حد الومه. مش انت اللي اخترتي لي، خلاص يبقى انت السبب. مش انت اللي اخترت لي، خلاص يبقى انت السبب. انت اللي اخترت لي العروسه، انت اخترت لي الشغلانه دي. فبتبقى النتيجه ان خلاص انا عندي حد الومه. لكن المشكله الرئيسيه بتبدا في اللحظه اللي انت بتحس فيها ان ما عندكش حد تلومه غير نفسك. ساعتها بتحس ان الدنيا سوداء داخل اوضتك، لا حد عايز يسلم عليك ولا حد عايز يشوفك ولا حد عايز يعرفك، وبيبقى حاجه ما يعلم بها الا ربنا. ولكن الشباب سامعني، ها؟ والصوت واضح. هقول لكم كلمه وافتكروها لحد اخر يوم في عمركم. طول ما انت من الشخصيات اللي مدمنه ان هي تمسك التليفون عمرك ما هتكون ناجح في حياتك. نقطه. قول اللي انت عايزه. طول ما انت شخص استسلم للريلز وسكرول سكرول 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 عمرك ما هتكون ناجح في حياتك. هقول لك مفاجأة. عمرك ما هتكون ناجح في حياتك كتيك توكر او يوتيوبر. يعني انت لو قررت ان انت تستسلم لده، حتى السوشيال ميديا ذات نفسها انت مش هتنجح فيها. تخيل. مع العلم ان نصيحة ما تخليش السوشيال ميديا ايه هي الميديا اللي انت بتحقق فيها نفسك. لا تيأس، لا تيأس، حاول
في اي شيء صح. طبعا استمر في الصح. صحتك حاول تعثر، اشتركت في النادي وما رحت، انا 1000 مره اشتركت في النادي وما رحت بس ما استسلم. 1000 مره سويت دايت ورجعت بس ما استسلم. 1000 مره قررت اني ابدا عاده جديده وتعثرت بس ما استسلم. 1000 مره حاولت اني اغير احد ولا اغير نفسي ولا حققت الهدف هذا، بس لا تستسلم، استمر. عندما يريد الإنسان أن ينجح عليه أن يأخذ قرار النجاح، مش اختيار من بين خيارات، وأنه يمكن أنجح ويمكن لا أنجح. إذا أقررت أن تنجح ستنجح. المؤسف أنه الشباب دائما بقول لك شو بعمل وراح أنجح ولا مش أنجح ولا راح أحاول. لا، ما تحاول، انجح. قرر أن تنجح. يا تنجح ما عندكش، يا تنجح يا تموت وانت تحاول كيف ما قال لك. ما عندك حتى هذه أول حاجة لازم أي إنسان يبدأ بها. ما عندك حتى ثنية أخرى أبار أنك يا تنجح يا تنجح. الواقع يقول لك ساعات الناس ماكش باش توصل بربي من دون الناس الكل، من دون الناس الكل. كان انت كي توصل تسمع العباد هذيك عارف انت راك خاسر. سمي الله صلى على رسول الله. معظم الناس اللي بتمر في احداث صعبه في حياتها، ركز معايا الله يبارك لك، بتعرف قيمتها بعدين زي ما قلنا قبل كده. معظم الناس لما تمر بشويه ضغط او شويه ستريس او شويه لود او حمل بيخلي ده يفرق في شخصيتها، يفرق في قلبها، يفرق في روحها، يفرق في نظرتها للدنيا، يفرق في تعاملها مع الناس، يفرق في اجتهادها وتعبها، يفرق في هدوءها، يفرق كمان في احلامها وطموحها، يفرق في حاجات كتير جدا. ملخص الكلام لما يمر عليك شويه مرمطه او تعب، وكلنا لازم يمر علينا شويه مرمطه، افتكر ان ده ممكن يكون جواك ماس. ملخص الكلام سمي الله صلى على رسول الله اللي انا عايز اقوله بقى وركز فيه الله يبارك لك، ان السنه دي ثانويه عامه عموما في حياتك هتغير حاجات كتير فيك، هتغير حاجات كتير في شخصيتك، هتغير نظرتك للحياه والدنيا كتير. السنه دي هتعرف فيها حاجه مهمه، ان في فرص كتير بتتكرر، هتعرف ان الفرص بتخلص بس في فرص ما بتتعوضش. خد الحكمه دي مني كده من بابا ماجد بقى، مش جو ماجد اخوك اهو، لثانويه عامه وبعد ثانويه عامه في حياتك كلها، ان الفرص ما بتخلص بس في فرص ما بتتعوضش. بمعنى الكلمتين دول عايزهم قدام عينيك دايما وتتصرف على اساسهم. في فرص كتير مش هتخلص في حياتك، يعني انت مثلا ما تقعدش تندم على اللي فات واللي راح وحلم اتكسر وحلم اتدمر ومش عارف فضت علينا الدار وتقعد تعيش في ايام دراما. ركز الله يبارك لك، بعيد عن الهزار. لو ضاعت منك فرصه ربنا بيديك 1000. طول ما انت فيك نفس يبقى ربنا ليه غرض من وجودك. ربنا يعني مش خلقك في الدنيا كده وخلاص، افحسبتم انما خلقناكم عبثا. انت موجود لك لازم مولك ايه مولك دور. فربنا سبحانه وتعالى طالما سايبك في الدنيا حضرتك عايش يبقى انت دورك ما خلص. بس الفكره كلها في ايه؟ ان في فرص جايه كتير استغلها. امال يا جو بقى في فرص ما بتتعوضش، في فرص بجد مش بتبقى زي غيرها، في فرص بجد تستاهل انك تمسك فيها، في فرص بجد هتقول يا ريتني، مع ان ربنا اداك فرص تانية بعدين، بس هتقول يا ريتني مسكت في دي، يا ريتني دي كان صداها جامد، يا ريتني دي كانت حلوه قوي، يا ريتني تعبت شويه ومسكت نفسي شويه وتحملت شويه وضغطت نفسي شويه واجتهدت شويه عشان دي. ملخص الكلام الجمله دي تخلي فيك ايه؟ فيك امل في ربنا سبحانه وتعالى ان مهما فاتك لسه في فرص تانية، والفرص احجامها مختلفه والفرص قيمتها مختلفه، بس في فرص تانية جايه. بس في نفس الوقت مش عايزك تستسهل بقى يا صاحبي، مش عايزك تستسلم بقى بسهوله، مش عايزك تجي لك اي فرصه تكون قويه وفرصه جامده ممكن ما تتكررش بعدين، غيرها هيجي بعدين بس مش دي، فعشان تقول ايه بقى ما هتتكرر تاني ما غيرها جاي تقوم تستسلم وتضعف وتسيب دي جايه لك، ممكن تكون ربنا بعتها لك، ممكن تكون رزقك ونصيبك، بس لو ضعفت شويه واستسلمت شويه ممكن اصلا تضيع منك. فملخص الكلام ما تنساش الجمله دي. رقم 2 والاهم، اوعى تقارن نفسك بحد، وقلت الكلام ده كتير وانت ماشي في طريقك. قارن نفسك بنفسك، بس قارن بنفسك امبارح. انا النهارده احسن من امبارح ولا اضعف؟ انا النهارده اتغيرت ولا لسه زي ما انا بطه بلدي؟ انا اتعلمت من الصحاب اللي خذلوني، واتعلمت من الناس اللي بتعبوني، واتعلمت من الناس اللي بيكسروا مقاديفي، اتعلمت من الصحاب اللي كانوا بيبتسموا وجامدين وحضن واحضان وبوس ولفلفه، وهم من جواهم بعض المواقف بينت لي ان هم كارهين للخير، بينت لي ان هم في حقد وحسد عليا وعلى اللي انا بعمله او على اجتهادي، ان هم مش عايزين اكون كويس ولا عايزين اكون زيهم. وعلمتني برضو ان في ناس نظيفه، بس الناس النظيفه دي هيقابلها في اوقات معينه. علمتك حاجات كتير ولا انت عايش وخلاص الدنيا تتعدى عليك وتدوس على وشك وتطلعك وتنزلك وتشيلك وتحطك وتخبطك وانت بتتعلمش حاجه وانت مش شايف حاجه وانت بالنسبه لك الاحداث كلها هي ماشيه وخلاص. انت اسال نفسك السؤال ده، انا زي امبارح ولا احسن ولا اضعف من امبارح؟ فملخص الكلام الجمله التانيه حطها في دماغك، ان انت مش في سباق مع حد، سباقك الحقيقي مع نفسك. اخر حاجه هقولها لك بفضل ربنا، في مقوله بتقول لك ايه؟ ولسه الطريق طويل، كنت بحبها قوي ايام الثانويه لحد النهارده، شوف من ثانويه عامه بتاعت لحد النهارده، ولسه الطريق طويل بس الامل اطول،
وما دمت انا ماشي لازم في يوم هوصل. ملخص الكلام، لسه الطريق طويل، لسه بدايتك في السنه ده اهو، لسه طريق عمرك بادئ اهو، لسه قدامك حاجات كتير واحداث كتيره في شبابك وبعد تخرجك وشغلك وفي جوازك وفي احلامك وفي طموحاتك وحاجات كتير، لسه طريق حياتك طويل، الاعمار بيد الله. ما انا فاهم والله دي ماشي، بس يعني عندنا حسن ظن ربنا ان لسه الطريق طويل في حاجات كتير، وخلينا في الثانويه العامه لحد دلوقتي لسه الطريق طويل، بس الامل اطول بفضل ربنا. وما دمت انا ماشي، ما دمت بتتحرك، ما دمت بتسعى، ما دمت بتعمل اللي عليك، ما دمت بتجتهد، ما دمت بتزق نفسك، ما دمت احسن من امبارح، يبقى لازم في يوم توصل. لسه الطريق طويل بس الامل اطول، وما دمت انا ماشي لازم في يوم هوصل. ربنا يرضيكم ويرضيكم، ربنا ييسر اموركم، يسعد لكم حق احلامكم وفرج همومكم ويرزقكم الرشد والرشاد. اوعى تنسى لاخر لحظه ان شويه الضغوطات اللي في حياتك ممكن تخلي جواك ماس. نصيحتي ليك عشان تجدد ثقتك في نفسك بقوة هي الكلمة اللي أنا هقولها لك دلوقتي: إذا كان الله يكفيك فلن يقدر عليك أحد. سند كلي وتوكل كلي وكفاية كلية. يعني إيه كفاية؟ أنا ربنا يكفيني، وده شعورك الداخلي، أنا كفاية عليا ربنا. يعني إيه كفاية عليا؟ أنا مش محتاج حد تاني. والله يا صاحبي أنا مش هنصحك بحاجة، أنا هقول لك حقيقة مرة. طريق النجاح موحش، وصديقك الأهم فيه هو الوحدة، شئت أم أبيت. هيرجع يتزحم بعد ما تنجح، هتلاقي كل الأصحاب رجعوا، كل الناس الجميلة جت، وكله بيحبك وكله. عشان كده يعني أبويا ربنا يبارك في عمره كان بيقول جملة عظيمة قوي، يقول لك أنت قبل ما توصل أنت مهزوم، ولما بتوصل أنت بتنتصر. وخليك فاكر دايما يا صلاح إن الهزيمة يتيمة والنصر له 1000 أب. عرفنا ان الزمن اللي احنا فيه ده منزوع البركه، وانت اصلا في زمن منزوع البركه وانت بتنزعها من حياتك اكتر بسبب ذنوب الخلوات. ايه اكتر حاجه تخلي ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك جند من جنود البركه؟ تنام عدد ساعات قليل وتقوم فايق، تذاكر عدد ساعات قليل وتخلص كم كبير، تاكل قليل وتشبع. بيوت فيها بركه اللي هي عندها طاعات الخلوات. يا ريت كل واحد يسال نفسه سؤال: لو انت قاعد في مكان لوحدك في بيتكم لوحدك، اول حاجه بتفكر فيها طاعه خفاء ولا ذنب خفاء؟ لو انت بتفكر في ذنب خفاء انت بتلعب في عداد البركه بتاع حياتك. انت اصلا كشخصيه بتكون منبوذ من الناس. من خاف الله اخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله اخافه الله من كل شيء. تيجي تمتحن خايف، تحضر الدرس مفيش نفس. منزوع البركه من حياتك. ليه؟ دور على نفسك وانت ماسك تليفونك وانت لوحدك وبتأمن يمين وشمال، هل حد قاطع انا بعمل ايه ولا لا؟ مش فارقه معاك على فكره. في حاجه انت مش مدركينها، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان مفيش واحد على كوكب الارض من يوم الخليقه الا وربنا هيساله السؤال ده: اجعلتني اهون الناظرين اليك. روح للقران، ربنا قال ايه تحفه: واعدوا ما استطعتم. ربنا مش طالب منك المستحيل، طالب منك ان يشوف منك ان انت بتعمل اخرك، ولو عملت اخرك ربنا هيديك اخره، وربنا ما عندوش اخر، كرمه لا يحصى. يا ريت ربنا يشوف منك استطاعتك، بس ان انت تعمل اللي عليك وربنا هيديك اللي تستحقه وزياده. لو احنا كلنا تكاتفنا عشان نخلي حضرتك احسن واحد في الحياه مش هنعرف، والله العظيم. ليه؟ لان انت مش هينفع تبقى احسن واحد في الحياه الا لما انت تقرر ان انت تبقى احسن واحد في الحياه، وهتقرر انت لما تبذل تضحيه تستاهل ده. معظم للاسف الطلبه هي طول الوقت بتحاول تدور على حلول تخليها ما تعملش التضحيه اللي هي عارفه كويس جدا ان هي لازم تبذلها، فطول الوقت عمال يسال ده ويروح على ده حل يا جماعه. طب ويخش يصبر ضميره ويهدي ضميره كده عشان ما يأنبوش. طب امشي على جدول، طب امشي على خطه، طب اسال صاحبي، طب اجرب، طب ابدا من 1، طب ابدا من 2، طب ابدا الصبح، طب اذاكر بالليل، طب اذاكر المغرب، طب اذاكر العصر. كل ده هو عايز يمشي في اي طريق، ما هذا الطريق الوحيد اللي هو عارفه ان انا لازم اتعب. ومهما تروح لاي واحد عشان يعرض عليك حل، الحل ان حضرتك ايه؟ هتذاكر. طب ما تحل لي الموضوع، انت
ذاكر. حابب ان حضرتك هتتعب، الموضوع متعب. قلت لك الموضوع مقرف ومش متعب بس متعب. اي حاجه فيها ارهاق ذهني واي حاجه بتؤدي لنجاح هي حاجه متعبه، حاجه متعبه في الحياه. انت بتقارن نفسك بمين؟ انت عزيز في الجيم، بترمي عينك في اي حته، بتلاقي الناس ما تعرفش هم جايين منين. ايه دول الاكسباندبلز؟ ايه اليانكيز؟ قوم عاد. ايه الاحجام دي؟ انا مستحيل ابقى زيهم، وانت مش عارف ترفرف كتف بالفوطه. طريقه التفكير دي يا عزيزي ليست صحيحه. المفروض تقارن نفسك بنفسك. انا قبل شهر من دلوقتي كنت عامل ازاي ودلوقتي عامل ازاي، وبناء على ده تقدر تحدد الاهداف بتاعتك. تقف قدام المرايه في لحظه صدق وتشوف انت محتاج ايه. هل محتاج تتمرن عشان تبقى احسن صحيا؟ هل محتاج تتمرن عشان يبقى عندك عضلات؟ هل محتاج تتمرن عشان تنقص وزن؟ عندك اصابه بتعمل لها تاهيل؟ عندك مشكله في ظهرك او في كتفك؟ عندك مشكله في البوستشر؟ عندك زي حالاتي كده يا عزيزي ما يعرف بالنيرد نيك، انا كنت كده بعد الضحيه بقيت كده. كل هدف من دول له برنامج تدريب وبرنامج تغذيه مختلف عن التاني. اللي بيستعجل على النجاح بيجري منه. اللي بيجري ورا النجاح ومش باصص انه عايز يوصله بسرعه، ان اجلا او عاجلا هيوصل.